بنعزي نفسنا قبل ما نعزي اخواتنا في فلسطين، بنعزيهم في ضحاياهم اطفال وسيدات اللي بيروحوا في ابشع المشاهد، بنعزي نفسنا في قله الحيله وبنعزي نفسنا في ايدينا المتكتفه، وكمان بنعزي نفسنا في العجز اللي بنعيشه في عز شبابنا اللي شفناه على مدار ال 15 يوم اللي فاتوا في ملاعب اسبانيا وايطاليا واسكتلندا وفي شوارع انجلترا وملاعبها وفي كل ميادين وجامعات البلاد العربيه. عمره ما كان هيحصل غير لما كل واحد ليه صوت مؤثر قال وبيقول كلمته، سواء شخص رياضي او سياسي او اعلامي او بيمتهن اي مهنه بيتابعوا عدد من الناس بيهتموا برأيه ويشوفوا كلامه. شفنا مواقف لا حصر لها في العالم كله، مش بس في مصر او المنطقه. على المستوى الداخلي في المنطقه العربيه شفنا انديه زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي وداد ترجي رجاء، انديه لا حصر لها دعمت ببيانات ومساعدات. فتره ورتنا وجوه جديده قدرت تكسب قلوبنا بمواقفهم زي النني وكوكا ومصطفى محمد وغيرهم كتير، ما خافوش لا على مكانهم ولا على اللي ممكن يحصل لهم. معلقين زي الشوالي والبلوشي ودراجي فهد العتيبي فارس عوض وغيرهم بمواقفهم وصوتهم القوي. على المستوى العالمي شفنا البيج رامي بطل السباحه عبد الرحمن سامح، ماريا بيب جوارديولا وكوندي ومحرز وزياش ولاعيبه كتيره قوي في الدوري الالماني والدوري الفرنسي. كان صوتهم قوي ومؤثر لان هم بيكلموا القاعده الاكبر وهي قاعده الجمهور الغربي. شفنا كريم بنزيما اللي الخارجيه الفرنسيه طلبت بسحب الجنسيه منه بسبب دعمه للقضيه الفلسطينيه. خارج دايره الرياضه شفنا باسم يوسف والصدى اللي عمله مع اشهر الاعلاميين الانجليز بيرس مورجان في لقاء مدته 40 دقيقه قلب الدنيا، اللي على لسان بيرس مورجان نفسه قال ان اكتر فيديو حقق عليه مشاهدات في حياته كان هو حواره مع باسم يوسف. شفنا كمان ممثلين واعلاميين وصناع محتوى كتيره قوي مسخرين وقتهم ومجهودهم لادانه اللي بيحصل لاخواتنا واهالينا في تغطيه الاحداث على كل منصات التواصل الاجتماعي ليل ونهار. يومين عرفونا مواقف ناس كده عمرها ما نسيت القضيه زي محمد ابو تريكه، ووريتنا برضه ناس فضلت على الحياد وخايفه على سمعتها ومركزها في نظر الغرب زي كل الارواح المقدسه برعايه محمد صلاح. القضيه مش قضيه الساعه بس ولا من يوم 7 اكتوبر، لا، القضيه قضيتنا من زمان ومن زمان قوي، بس اللي بيحصل دلوقتي واللي بنشوفه جدد وجع قلوبنا بمناظر تقشعر لها الابدان ولا يتحملها بشر. والموضوع مش مقتصر على كونك مسلم او عربي عزيزي المشاهد، لا، القضيه هنا بتخاطب الانسانيه اللي في قلب كل واحد بيشوف المشاهد المنفزعه دي. اخيرا كل واحد بيمتلك حاجه لازم يعملها، سواء كلمه او رساله او اظهار حقيقه. لازم نستمر واوعى تيأس او تقول مفيش امل. ده اخواتنا اللي بيناموا صاحيين وما يعرفوش هيطلع عليهم نهار ولا لا، محدش فيهم فقد الامل.